مساء الخير يا جماعة، ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد من برنامج بيت في بيت. النهاردة يا جماعة أستاذ شنيشة ظهر لنا بأشكال كتير. النهاردة هنكلمه عن شغلته الأساسية. انتوا عارفين طبعا أستاذ شنيشة رئيس ومؤسس حركة كحيان جعان مش عارف أنام. أستاذ شنيشة لو سمحت بطل هرش، يعني عشان بس المكان، احنا لسه استوديو جديد ومش عايزين بس الهرش ينتشر في المكان بعد إذنك. كنا عاوزين الأستاذ شنيشة نسأله النهاردة عن بما انه مؤسس الحركه دي، عاوزين نسال ونستفسر عن الحركه دي. ما اتكلمناش عنها خالص، الناس ما عرفتش حاجه عن الحركه دي. يا ريت نتكلم عن الحركه دي يا استاذ شنيشه. كنا عاوزين نعرف الحركه، الهيكل الاداري للحركه شكله ايه؟ يعني إيه انت انت طبعا حضرتك اللي مؤسس الهيكل ده او الهيكل الاداري ده للحركه دي. عاوزين نفهم بس ونفهم الناس شكله ايه الهيكل الاداري للحركه دي. احنا والله يا فندم مؤسسين الحركه دي من 3 شعب: شعبة الشحاتين، الكحيانين، الجعانين. وكل شعبة لها رئيس. شعبة الشحاتين لها رئيس، والكحيانين لها رئيس. طب ايه اقوى شعبه فيهم؟ الكحيانين. الكحيانين ده دول اقوى حاجة دي. هي بتتحسب ازاي؟ يعني الافقر او الطحمق؟ لا هي بتتحسب بايه بقى؟ باللي بياكل. يعني بالنسبه دلوقتي مين المدير العام دلوقتي؟ حضرتك المؤسس، تمام؟ هل انت المدير العام ولا انا كنت من سنتين. من سنتين كنت قاعد على الكرسي وكنت المدير بتاعه. طب ايه اتغيرت ليه يعني؟ اتغيرت، ما هو بتتحسب بالاقدميه، باللي بياكل لحمه متاخر. يعني انا اكلت لحمه من سنتين. يعني انت اخر مره اكلت لحمه من سنتين؟ واتشلت بقى طب ايه علاقته؟ يعني انا افهمنا بس، فهم الناس عشان الناس عاوزه تركز بس وتفهم. اللحمه، اللي بياكل لحمه على حسب حجمها بقى. يعني كلت حته كده غير حته كده غير كده. اللي بياكل حته كده بيحكم مثلا 3 4 شهور، كتير قوي 3 شهور. اللي بياكل كده بيحكم سنه. انا كنت واكل حته كبيره، حكمت سنتين. طب ما انا ممكن اجي اضحك عليك واقول لك انا اكلت لحمه. لازم تتصور. تقدم اثبات. يعني لازم هو بياكل لحمه كده يتصور، ويصور حجم اللحمه قد ايه، بحجمها بوزنها بالكلام ده كله. كده يقعد على الكرسي بقى مربع، بيبقى بيرقص الكحيانين. يعني حضرتك بتقول لي ان بتبقى بنظام، مش بأقدمية ولا بأي حاجة. لا اخر واحد كان لحمة. باللحمة. اخر واحد كان لحمة. اخر واحد كان لحمة. طب اللي بيحكم ده كان لحمة اخر مرة امتى؟ من شهرين. معذبنا ابن الكلب، معذب مرمطنا، بص مبهدلنا، عشان كان لحمة من شهرين وحتة قد كده قد كده. هو اللي بيحكمكم لحد دلوقتي؟ هو دلوقتي مسيطر. طب وانت من سنتين ما اكلتش لحمة؟ لحد دلوقتي لا. طب على كده انا لو جبت لك حتة لحمة هتعمل معايا؟ ابوس ايديك ورجليك، اديني حته لحمه ولو كده اهو، وصورني وانت بتديها لي، عشان خاطر اروح له ارجع تاني الكرسي، اقعد تاني واربع، بدل ما انا في البهدله والمرمطه اللي ماسكنا فيها دي. انا ايديا شققت من كتر المكنسه. طيب طب المدير بيبقى طب هل مثلا، طب بالنسبه للي بياكل فراخ سمك مش بتحسب؟ اللي بياكل فراخ بيبقى النائب المدير، وعلى حسب برضه كان نص ورك او ولا كان الورك كله. كان الورك بيبقى النائب الاولاني نائب المدير على طول. النائب على ده طول. اللي بياكل فراخ، اللي بياكل الورك كله. اللي بياكل نص الورك بيبقى قدامه واحد كمان برضه، بتتحسب برضه وحسب حجم الفرخه، ان كانت كبيره ولا صغيره. ما هي برضه يعني الحاجات. طب بالنسبه للسمك؟ السمك بيبقى عضو ثالث، عضو بياخد رقم عضو على حسب برضه نوع السمك. طب بالنسبه للجبن بقى لا ده مرمطون بقى طول النهار ماسك المكنسه، رايح جاي رايح جاي. ايديه بتبقى معلمه من كتر ماسك المكنسه يا عيني. ده كفران خالص، ده اللي ملوش اي ديل، مرمطون. اللي بياكل جبنه، اللي بياكل جبنه ونواشف والكلام ده كله. يعني انت شايف ان هي الحركه قايمه على كده اصلا؟ هو ده الهيكل الاداري بتاعها. الحركه دي يا فندم انا اسستها من حوالي سنتين. لميت شويه الكحيانين والشحاتين والجعانين والناس الكفرانين يعني الكفرانين دول لميتهم، قلت نتمنظر على بعض. اللي بياكل حته لحمه كبيره، اللي بياكل حته لحمه صغيره، اللي بياكل سمكيه، اللي بياكل الكلام ده كله. فلميتهم وقلت نتمنظر على بعض بقى ونلم بعض بقى، احنا كده كده كفرانين كحيانين. طب هل الناس اللي بتاكل جبنه هل بتذلوها؟ بيبقى مرمطون
الحركه بتاعتنا كلنا. المدير ده لو ده لمجرد انه بياكل جبنه، لو شافه من غير المكنسه بيشلعه بالقلم على وشه. سايب المكنسه ليه؟ مكانك كده ما بتنضفش ابدا، بتفضل برضه على طول تحت مرمى طول. طيب استاذ سعيد، اوعد الجمهور انك عاوزين نستضيف رؤساء الشعب، زي ما انت قلت لنا في شعبة الكحانين والكفرانين ولا والجعانين مش عارف، والجعانين والشحاتين والكحيانين. عاوزين رؤساء الشعب دي نستضيفهم ونعمل معاهم حوار. والله انا يا فندم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في رمضان اقدر اوعدك ان انا اجيبهم لك. زي ما قلت لك يا فندم في رمضان اقدر اجيب لك الاعضاء. ليه بقى في رمضان؟ لان احنا بنقف على تحت الكباري وعلى في الموقف والكلام ده كله. اللي بيديك تيشيرت بقى زي دي كده جميله اهو، انا شايفه دي انضف حاجه عندي. ليه انضف حاجه عندي؟ انا جاي بتصور بيه، ده مؤسس الحركه اصلا، ده انضف حاجه، فما ينفعش. ده كده اشيك واحد فيهم. ده اشيك، ده انا دلوقتي يعني خلاص بقيت نائب المدير. يعني انا التالت دلوقتي بالتيشيرت ده. التيشيرت ده يعني اللبس برضه له اوضاعه عندكم، بس ما تبقاش مدير. حته اللحمه هي الاساس. اللحمه بس اللي تخليك مدير، هي اللي بتخليك. اما تفضل بقى تحاول باللبس مش عارف، ولا لبس ولا سمك ولا فراخ ولا جبنه ولا الكلام ده كله ده معزول. اهم حاجه حته اللحمه هي اللي بتبقى مسيطره على الحركه كلها. هو ده رئيس الحركه. طيب اخيرا يا استاذ سعيد، تطلب ايه من الجمهور قبل ما نقفل؟ انا اطلب معلش بس يا فندم عشان في جلخ، في جلخ، انا حاسس بجلخ يعني، حاسس ربنا يستر. اصل انا ما استحميتش بقى 6 شهور. دي برضه من ضمن اخر مره استحميت فيها في الرشاح. طب هو انت لو استحميت في مكان نضيف تترفد؟ اعيا. طب وبالنسبه لحركه الكحيان جعان مش عارف هم اصلا بيستحموا في ايه يعني، في يعني هقول لك انا عارف المصافي بتاعت الرشاشيع والحتت دي. هو ده المكان بس اللي بنمسك الحديد ونخلي اللي يروح ويجي كده معانا كده مرتبته تزيد في العمل. طب اللي يستحمى بميه نظيفه تعمله فين؟ ما ينفعش، يا يموت. يا يموت، جدته تشقق. لازم ميه رشاشيح ومجاري عشان بتخش تسد الشقوق اللي جوه في جسمنا، بتعمل تسد تخلص. استاذ سعيد، تطلب ايه من الجمهور؟ حته لحمه، حته لحمه. نفسي ارجع للكرسي تاني، نفسي اقعد على الكرسي. انا مذلول بقالي 6 شهور، نفسي وامنيه حياتي حته لحمه. تديني حته لحمه وتصورني وانت بتديها لي، ابقى خدام لك. بص، ابقى مرمطول لك سنه بس رجعني اقعد على الكرسي تاني. ارجوكوا رجعوني اقعد على الكرسي تاني بحته لحمه. مش طالبها كبيره ومش طالبها برضو لا حمراء، اي حته لحمه حتى لو شغتايه اسمها لحمه تجيبها لي كده على ورقه، بلاش طبقه، مكلفتها كده في ورقه وتديها لي، تقول لي اتفضل او بخدم لك وابوس ايديك ورجليك. ارجوكوا ادوني حته لحمه، ارجوكوا عشان خاطري. انا بطلبش حاجه مستحيل برضو، انا بطلب حته لحمه عشان بس ارجع مكاني. نفسي ارجع مكاني، نفسي ارجع مكاني واقعد على مكاني. شكرا. شكرا استاذ سعيد. زي ما شفتوا يا جماعه، كلمنا النهارده الاستاذ سعيد شنيشه بصفته رئيس ومؤسس حركه كحيان جعان مش عارف انام. عرفنا منظومه الحركه، عرفنا الهيكل الاداري بتاعها، عرفنا الحركه ازاي شغاله. وانتظروا يا جماعه قريبا هنجيب اعضاء الحركه كلها عندنا في البرنامج. شكرا للجميع.